لازم اول كل صيام ندمس فول. بصوا يا جماعه، الفول نازل من وش القدره كريمه يا جماعه وزي الزبده. معاكم الشيف ابانوب، كل سنه وانتم طيبين. اوعدكم بعد الوصفه دي مش هتجيبوا فول تاني طول الصيام. يلا شجعوني، قولوا يسلم ايديك، وكل سنه وانتم طيبين. وتعالوا بقى، تعالوا نختار الفول. اول حاجه بجيب كده الفول يا جماعه. بصوا يا جماعه، الفوله لازم تكون فوله كبيره وفاتحه، ما نجيبش الفول الصغير والغامق، ده هيطلع وحش قوي معاكم، خلي بالكم. بعد كده بضيف له بقى ميه وانقعه لمده ليله كامله. تمام. في ناس تقول لي طب ليه ليله؟ هي ليله كامله بتبقى زي الفل. وبعد كده اغسله غسله كويسه، واشوف لو في فوله كده مش عجباني شكلها او ما كبرتش، ببدا استغنى عنها وارميها. ده نص كيلو من الفول. طب نص كيلو من الفول هحط له ايه؟ عندي كده نص كوبايه من الفول المدشوش، نص كوبايه من العدس الاصفر، جزرايه حلوه مبشوره. تمام. بعد كده هقلب بقى كل الخلطه الحلوه دي، وهضيف لسه شويه حاجات. الخلطه دي هتتقل معايا الفول، وكمان الجزر هيدوله لون اورنج شويه كده، لون برتقاني. عندي بقى القدره بتاعتي او الدماسه الصغيره. ببدا اول حاجه احط فيها الفول اللي انا نقعته لمده قد ايه، كام ساعه. لو فاكرين اكتبولي في الكومنتات. بعد كده هضيف بقى شويه بقى من الخلطه اللي انا عملتها، هضيف الخلطه كلها. بعد كده اضيف بقى شويه اضافات بسيطه. هم؟ عندي معلقه من الصلصه. تمام. ما نحطش قوطه عشان الجو حر وهتحمض. عندي معلقتين من الزيت، والزيت هنا هيخلي الفوله بتاعتك حلوه وجميله، والقشره دايبه دوب. عندي ربع معلقه بسيطه خالص من الكركم، هتدي لون اصفر. نص ليمونه بالقشره بتاعتها، القشره هنا هيخلي الفول ما يسودش معاكي خالص يا جماعه لحد اخر فوله. تمام. وعندي بقى ميه سخنه نغطيها. هسألكوا سؤال، انا حطيت حاجه علشان تخلي لونه برتقاني كده، حطيت ايه؟ قلتها وانا شغال. عايز اشوفكم مركزين معايا ولا لأ. ركزوا في الوصفه دي عشان بجد هتبقى حلوه قوي. هقلب بقى الكلام ده وهرفعه على عين كده متوسطه. تمام. لمده 5 دقايق بس يغلي. واول ما يغلي الميه تغلي كده مع الفول، هوطي خالص زي شمعه، واسيبها كده لمده 6 ساعات. تمام. اول 3 ساعات بفتح عليه. بصوا ده بعد 3 ساعات ببدأ كده اشوف الفول بدأ يستوي، وبدأ كل الكلام يدخل في بعضه. اسيبه ساعة كمان، ساعتين كمان، 3 ساعات. بصوا على حسب ما الفولة نفسها هي محتاجة الدنيا يعني. حسيتها محتاجة مية، ضفت مية سخنة. لازم تكون مية سخنة بتغلي. لو حطيت مية باردة الفول بتاعك مش هيستوي وتدعي عليا. بصوا بقى يا جماعة، ده بعد حوالي 5 ساعات طلع شوية فول زي العسل والكريمة. نص الليمونة طبعا رميتها، ما تخافوش مش هتمرر. بدأت كده احط بقى من وش القدرة. بصوا يا جماعة، حطيت بقى رشة الملح، وشوية الكمون الحلوين، رشة الزيت الجميلة وزي العسل زيكم كده. عندكم بقى ده حطوا بقى بزيت سمسم، بزيت زيتون، بزيت كتان، اللي انتوا عاوزينه، بزيت حار. انتوا بقى بتحبوا تاكلوا الفول بايه؟ انا بقى زينته بالليمون والملح والكمون، وكمان حطيت له شرايح فلفل. لو الفيديو عجبكم اعملوا له شير لكل حبايبكم، وكل سنة وانتم طيبين، وكل صوم وانتوا زي الفل.